عليكم. هلا نونة الحنونة شلونك؟ ايه اسمعني يا اخي، والله بدلت الاسم عشان انت بالامس قلت نونا الحنونة اكيد وراها شاب، ف... فقلت ازيد حظي وابدل الاسم هكا اجلب الانتباه. بس انت صرت نونة؟ اه قسما بالله من شفت انا شاب تونسي اعيش في فرنسا، نعم. ولدت سني في عائله سنيه. اول من نسمع كلمه شيعه، لا ما تحكوا هيك، هذا عبدة علي، هذا يطعنوا بسيدنا عمر، سيدنا عمر الفاروق، ما يخلونا نبحث ونتعمق و... ونسأل وشو هو الحسين والحسن والأئمة وآل البيت. قسما بالله كنا مغيبين. بعدين الضربة اللي صارت بإيران وإسرائيل هيك صرت أشوف أحاديث يعني الرسول يمدح بأهل إيران وأهل الفرس، فاهتميت بالموضوع يعني وحاولت أشوف الاختلاف يا أخي صدمت والله. الحمد لله الله نور بصيرتي وصرت يعني أتطلع أكثر لأعرف آل البيت وهذا الدين. يعني حتى التفاسير سبحان الله، لما شفت تفسير سأل سائل بعذاب واقع، أقسم بالله يعني السورة لما فسرها الشيخ شيعي كأنني أنظر إلى المشهد يعني والله. ويعني ولما شوف مثلا عما تتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا كل السنة عجزوا عن هذا الوصف، يعني قالوا يوم القيامة. يعني عما تتساءلون هو سؤال، ما كنتم متفقين ليش يعني عما تتساءلون إذا كنتم متفقين؟ عما يتساءلون يعني ولما شفت تحليل الشيعة أقسم بالله سبحان الله والله. الآن أنت عرفت الحقيقة إذن، وعرفت أن الحق مع محمد وآل محمد مهما جاء الغبار على الجوهرة فإنها تبقى الجوهرة جوهرة والغبار غبار. فإذا أنت عرفت الحقيقة مع محمد وآل محمد ودخلت باسم نونة الحنونة لعلك تجذب الأنظار وتذكرني بأيام الفيسبوك 2009 2008 2010 اللي كنت أنا اسمي المحقق كونان وكانت أسماء تمر علي نونة الحنونة دك تحية قدامك بغدادية، وعرفت الحقيقة الآن. يعني أنت شيعت له بعدك. والله أقسم بالله حلمي أجي العراق وأجي وأشوف قبر الحسين، أقسم بالله. إن شاء الله يا ربي من الزائرين إن شاء الله. نصيحتك للأخوة المغلوب على أمرهم، نصيحتك للأخوة المغلوب على أمرهم الذين لا زالوا معاندين رغم الأدلة ورغم الحقائق. والله يا أخي أسمع، أنا صرت أبعث لأصحابي هيك فيديوهات، ولما أجد البث أشير البث وهيك، ويعني إجابات ومن كتبنا يعني. وأنا عندي مكتب الحمد لله، وأشوف وأطلع منه هذا إنترنت هذا، وأرجع للحديث 6800 أرجع للحديث وأقرأ اقسم بالله صدمات صدمات ورا صدمات. عندي يمكن شهرين ولا 3 شهور. زين، هل سمعت يوم من الايام بشخصيه يقال له جوجل الشيعه؟ ايه الحمد لله. انا لما شفتك بعد الضربات هذه على ايران اقسم بالله نص العالم تشيع بعد اول صاروخ يعني مر عليك لقب جوجل الشيعه؟ والله ايه يعني شفت صرت اشوف فيديوهاتك وفيديوهات اخرين يعني وعرفت اقسم بالله جوجل الشيعه والله. بارك الله فيك، شكرا للاتصال. بارك الله فيك يا اخي. اهلا وسهلا. إذن الحمد لله تعالى الذي رزقكم حب محمد وآل محمد، الحمد لله الذي خلق لنا الحسين وجعلنا من المحبين الحسين. أحد الأخوات من أهل السنة والجماعة من قطر كانت تقول العجب كل العجب أخي علاء المهدوي، كانوا يقولون إن الشيعة يدخلون نساءهم في الحسينية ويدخلون عليهم الرجال ويطفون الإنارة ومن يولد يكون سيد. تقول تعجبنا لما عرفنا في الحقيقة ما هكذا عهدناكم. يا أخواني لا تكذب أرجوك لا تكذب، الدين لا ينصر بالكذب. مهما كذبت
راح يصير اختلاط بين ابنك بالمعتقد والمعتقد المقابل، وراح يعرف الحقائق ويعرف نعم عادات الشيعة وينصدم لأنكم كذبتم عليه. يكفي كذب، لا تكذبون على الشيعة، لأن الشيعة أناس مسالمين يحبون الخير للجميع. شيعة الجعفرية، شيعة آل الله، شيعة آل محمد. اليوم العالم يدخل في التشيع أفواجا أفواجا. تونس تتشيع، بالله أدركوا تونس يا عباد الله، أدركوا قطر، أدركوا الإمارات، أدركوا المغرب، أدركوا الأردن، أدركوا مصر، أفريقيا، الكل العالم يتشيع لأنهم علموا بهذه الحقيقة. فكذبتم علينا سنين طوال، قلتم أن الشيعة يعتقدون أن النبوة لعلي وأخطأ جبرائيل وأعطاها لمحمد. متى قلنا بهذا القول؟ هذا قول عالمكم الشهرستاني يفتري علينا الفرية. فأرجوكم ابحثوا عن الحقيقة، لا يكون مغلوب على أمركم يا دكتور.